حبايب هالة، ينفع تبقى الفراولة رخيصة في السوق كده وما نعملش أحلى مربى فراولة ممكن تخطر على بالك وبقوام مظبوط ولا كبة ولا خلاط ولا أي حاجة؟ يلا بينا نبدأ. أنا جبت فراولة والفراولة رخيصة جدا في السوق، تقريبا الكيلو ب15 وب20. ليه ما نملاش التلاجة خير وبركة وما نعملوش أحلى مربى لأولادنا؟ جبت بقى يا حبايب قلبي 5 كيلو فراولة، عملت 2 كيلو، كان الكيلو ب15 جنيه. عملت 2 كيلو هعملهم مربى، غسلتهم وشلت فيهم القطعة اللي ورا دي اللي هي الوردة الخضرا دي وغسلتها. وهناخد 2 كيلو نعملهم مربى، و3 كيلو كيستهم حطيتهم في الفريزر عشان عصاير رمضان وعزومات رمضان والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. جبت بقى يا حبيبة قلب المربى، جبت بقى يا حبيبة قلب الفراولة وقطعتها كده، عايزة تقطعيها صغير كبير متوسط زي ما انت عاوزة، كل شيء قدام عينيكي. انا قطعتها كده متوسط لان الفراولة كان حجمها صغير، وحطيت عليها كيلو سكر، كل كيلو بياخد نص كيلو سكر، يعني انا عامل 2 كيلو حطيت كيلو سكر وقلبتهم كده يا حبيبة قلبي بالسكر كده زي ما انتوا شايفين في الحلة اللي هتعملي فيها على طول، يعني عشان المواعين كتير بقى والكلام ده. تفضي بعد ما قطعنا الفراولة هنحطها في الحلة على طول، ويا ريت تكون ألمونيا، بصراحة تسوية الألمونيا في المربى مفيش بعد كده. هناخدها يا حبيبة قلبي ونغطيها ونركدها كده ساعتين 3 على ما تنزل المية بتاعتها، دي ميتها، ما حطيتش عليها ولا نقطة مية. هتمسكيها يا حبيبة قلبي بعد ما كده نزلت ميتها بعد ساعتين 3 4 زي ما على حسب ما تنزل ميتها تكوني عملت اللي وراكي كده وتمام. هتبص عليها هتلاقيها نزلت المية بتاعتها. هتاخديها بقى يا حبيبة قلبي هتحطيها على نار الأول عالية، مش هقولك نار متوسطة ولا نار ضعيفة، حطيها الأول على نار عالية لحد ما تحس كده إنها بدأت تغلي معاكي. هنخليها برضو على نار متوسطة، وهتشوفي النتيجة دلوقتي بعينيكي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. انتي هتفرحي لما تعمليها وهتملي البيت خير، وكمان اللي عندها أطفال صغيرين يا حبيبة قلبي هيفرحوا قوي بالمربى دي. بصراحة سعر برطمان المربى بقى غالي جدا، ليه يعني ما نعملوها في البيت وهي دلوقتي الفراولة رخيصة جدا ومالية السوق. هنا يا حبيبة قلبي كانت غلت معايا كل بقى الحاجات اللي انت شايفاها دي، الفوران بقى والريم والحاجات دي هنشيلها كده تماما عشان المربى عمرها يكون يطول معانا وما تبص معانا بسرعة وهي في التلاجة. هنشيل يا حبيبة قلبي كل الريم والحاجات دي، ونفضل واقفين قدامها شوية كده، كل ما تعمل رغاوي أو ريم نشيلوه زي ما انت شايفة معايا كده. لما تغلي نوطي عليها على نار متوسطة عشان هي فيها ميتها، وان شاء الله انت واقفة جنبها كده هتحسي ان ايه اتعملت بسرعة، بصراحة مش هتاخد معاكي نص ساعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يعني انا كده كنت واقفة بقلب معاكي وشايفة النتيجة، اي حاجة كانت بتظهر كنت باخدها. ويا ريت كده فرصة وانت واقفة كده تصلي على الرسول وتذكري الله وتستغفري، والله الحاجة بتطلع بسم الله ما شاء الله. انا مش عايزه اقولك عامله ازاي من كتر انت لما بتقفي كده تذكري الله وتصلي وتسمي وحاجات كده بتلاقي البركه في اكلك والطعم جميل وبتبان على اولادك. شايفه انا بعمل ايه؟ كل ده واقفه معاه وكل ده واقفه على النار بستغفر. هنا فرصه انت واقفه لوحدك. جبت بقى قبل ما تحس ان هي خلاص قربت تستوي، تجيبي بقى يا حبيبه قلبي ليمونه كبيره كده وتعصريها عليها. لما تحس ان هي خلاص بدأت بقى تشوف اللون ده اللي هي خدته ده، انت هتعرفي يا حبيبة قلبك وعينيكي هتخليكي تشوفي كل حاجة. خلاص قربت تستوي، هنحط الليمونة ونعصرها كويس، وكل شوية نقلب فيها كده يا حبيبة قلبي ونختبرها. هنا خلاص يا حبيبة قلبي كانت خلاص قربت. انا اولادي سألتهم قالوا يا ماما احنا عايزين نحس بطعم الفراولة، عايزينها قطع، يعني هم عايزين هم بغمسوا كده عايزينها قطع. فانا مش هضربها في الخلاط ولا هعملها في الكبة، انا بس كده بالمعلقه الكبيره دي هفضل اقلب فيها واهرس كده فيها شويه يمين وشمال زي ما انت شايفاني بعمل كده، لان انا عايزاها مش ناعمه قوي. هنا يا حبيبي قلبي كانت خلاص استوت، خدت كده حبه في طبق وعملت فيهم خط مرجعش لبعضه كده، خلاص الفراوله استوت وبقت تمام. ما تنسيش اي حاجه تظهر معاكي تشيليها. هنا طفيت وحطيت كيس فانيليا، ده اختياري. بص بقى القوام، والله ما عملتها في الكبة ولا ضربتها في الخلاط،
سيبها بقى يا حبيبة قلبي تبرد. انا كده كنت مستعجلة وكنت غلطانة. لا، انت سيبيها تبرد. انا الفراولة دي هاكل منها على طول انا والاولاد، وهعمل غيرها رمضان عشان اشوف الاولاد مدى رضاهم عنها. فما تنسيش يا حبيبتي تعقمي الحاجة اللي انت هتحط فيها كويس، ما تخليش فيها ولا نقطة مية. وانت بتاخدي الحاجة برضو المعلقة ما تكونش مبلولة. ويا ريت يا حبيبة قلبي لو وصلت معايا لحد هنا تعملي لي لايك واشتراك، وتقولي رأيك في الكومنتات. ويا رب يحسب ما بين ايديكم. اهم حاجة يا حبيبة قلبي تكوني معقمة الحاجة كويس. والسلام عليكم ورحمة الله.